فين الناس اللي دايما بتقول احنا مش عارفين نلتزم بالدايت عشان نفسيتنا تعبانه؟ تعالوا عايزه اقول لكم على حاجه. انتوا عارفين ان بنسبه كبيره الحقيقه العكس، يعني احنا نفسيتنا تعبانه عشان مش عارفين نلتزم بالدايت. ناتج ل3 اسباب. اول سبب ان الدايت الصحي بيظبط الهرمونات. الدايت الصحي بيخلي مش داخلين في مود الدوبامين عالي ومره واحده الدوبامين قل. فانتي لما بتاخدي اكل مش صحي، اكل فيه سكر كتير، الحاجات دي كلها بتخلي الدوبامين يعلى وبعدين الدوبامين يقل، فتلاقي نفسك متضايقه عايزه تاكلي تاني. تاني سبب ومنطقي جدا 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 ان احنا مش بنكون حابين شكلنا يا جماعه. يعني فكره ان انا مش حابه شكلي دي حاجه مش تخليني مبسوطه. اكيد فكره ان انا لما ببص لنفسي في المرايه كده مش بقول ايه يا بنت الجمال ده، ايه يا بنت الحلاوه دي، لا بحس ان انا مش عارفه دهون من هنا ودهون من هنا وبشره لونها غامق، اكيد مش هكون سعيده. منطقي بجد يا جماعه. مهما بصوا بقى، مهما قعدوا يقولوا لكم الشكل مش كل حاجه والكلام ده كله، ان انت تبقي حاسه ان شكلك كويس دي كل حاجه على فكره. دي بتحل مشاكل كتير قوي. تالت حاجه بقى والاهم، ان انت بتحسي ان انت مش راجل مع نفسك. انا اتكلمت في فيديو عن نظريه المزرعه، وان احنا لما بنيجي نكتسب عادات بناخد وقت على ما نكتسبها وبنقع وبنقوم، فده في حد ذاته محاولات. بس يعني عارفين ان هو ما تقفروش قوي في النقطه دي، اللي هو كل شويه برجع لنقطه الصفر والتزم شويه بالدايت واسيبه. في كده كمان لغه جديده بيتكلموا بيها دايما فئه كده من الناس، معرفش ليه، ان يا جماعه انتوا مش بتتخنوا علشان خاطر الاكل اللي مش صحي اللي انتوا بتاكلوه، انتوا بتتخنوا عشان انتوا مش عارفين تتعاملوا مع الاكل ده بعقل، وانتوا ضحايا. والكلمه الاشهر بقى، انتوا عندكم اضطرابات طعام وعندكم جوع عاطفي. يا جماعه اضطرابات الطعام صعبه جدا. ان حد يكون عنده جوع عاطفي ده موضوع صعب جدا. الشخص ده بيكون بياكل بشراهه عاليه قوي وبيكون عنده مشكله بحقه حقيقي. لكن احنا عشان احنا بناكل حاجات مسكره كتير فبنبقى عايزين ناكل اكتر. عشان احنا فاضيين وموراناش حاجه تشغلنا بنكون عايزين ناكل اكتر. فالحل ايه؟ اكيد لو في دايت، في اكل مش صحي وفي اكل بيعلي سكر الدم، صعب التزم بيه يا جماعه. صعب هنجوع هنهبط هنبقى عايزين ناكل تاني. الحل بكل بساطه في ان انا احاول الاكل ده يبقى نادرا قوي وبعيد قوي في فترات بعيده قوي. هلاقي سكر الدم عندي ظبط، هلاقي الجوع والشبع عندي ظبطه. وتاني حاجه ان انا ابقى راجل مع نفسي. قولي لنفسك لا، وافتحي التلاجة كده ما تحسي انك عايزه تعكي قولي مش هعك، بسيطه. هتعكنن شويه ما قشطه، يعني ايه المشكله؟ حطي رول موديل، شخص انت شايفاه وصل للحاجه اللي انت عايزه توصليها، وصلت للجسم اللي انت عايزه توصلي له، وشوفي كده اللي هو اكيد ده بيقول لنفسه لا. خليه في دماغك. حطي رول موديل نفسك لما توصلي للجسم اللي انت عايزاه، واسالي نفسك الشخصيه اللي انت عايزه تبقي عليها دي هل لو وقت ما تعوز تاكل هتاكل وهتاكل اي حاجه، ولا هتبقى حاطه قواعد؟ بجد بقى نصيحه من اخت بعيدا عن اي حاجه، الجامدين في الحياه دي الناس اللي هي القويه على نفسها، دي اللي بتعرف تعمل كل حاجه هي عايزاها. تمام؟ الناس القويه على نفسها اللي بتعرف تنجح في اللي هي عايزاه. الناس القويه على نفسها اللي بتعرف تقول لنفسها لا، ولما تقول لنفسها لا هتعرف تقول لاي حاجه لا. تلقائيا هتحسي من جواكي وانتي شديده على نفسك وبتعملي المفروض تعمليه ان انتي جامده، ان انتي بنت جامده. عارفين الشعور اللي هو انا قويه، انا واثقه في نفسي، انا عارفه انا بعمل ايه. هتحسي بالشعور ده تلقائي. مشاكل كتير قوي عندك انت فاكره ان هي نفسيه واضطرابات وحوارات كتيره، اصلا انا زهقانه، اصلا انا مش لاقيه نفسي، البتنجان اللي بنقعد نقوله ده هتلاقيه اتحل لمجرد انك بتقولي لنفسك لا وبتلتزمي. هتخسي، بشرتك هتتحسن، نظرتك لنفسك هتتحسن. بس بالله عليكي خلي اهداف في حياتك، خلي حياتك ليها معنى، مش كل تفكيرك في الحياه ان انا عايزه اخس وابقى حلوه. احنا مش عرايس لعبه، يعني احنا بني ادمين عندنا طموح، عندنا حاجات عايزين نحققها، حاجات عايزين نكبر فيها ونخس ونبقى حلوين وكل حاجه، ما اختلفناش. هتلاقي الموضوع يتحقق بسهوله قوي يا جماعه بجد. يعني احنا بقالنا حوالي يعني شهرين و18 يوم مثلا على السنه الجديده، حلوين تكوني عملت فيهم حاجه كويسه. فالتزموا كده وربنا معاكم، ومتنسوش تدعوا الغزة.